مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في هذه الحلقة غادي نتكلموا على برنامج تسميد بالتنقيط ديال أشجار الحوامض. وهذا البرنامج الأساس ديالو هو التحاليل ديال التربة اللي خاصها دار في أول كل موسم فلاحي، زيادة على تحاليل الأوراق خلال الموسم باش نعرفوا خاصيات التربة الفيزيائية أو الكيميائية، وبرنامج تسميد وشنو خصنا نجيبو ديال لانكري بلا زيادة ولا نقصان والأوقات المناسبة. أشجار الحوامض بحال جميع الأشجار المثمرة باش تعطي إنتاج جيد كتحتاج مجموعة من العناصر المغذية الكبرى الصغرى والثانوية، واللي كل واحد والدور ديالو ولاش كيصلاح. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، إلا بغيتي دير برنامج بالعقل ديال التسميد بالتنقيط للشجر ديالك عندك طريقتين. الطريقة الأولى واللي كنصحوا بها الفلاح كتعتمد على التحاليل ديال التربة وديال الأوراق، وكتطبق توصيات ديال المختبر اللي كيفسر فيها برنامج تسميد وكيفصل فيه الكميات اللي خاصنا نجيبو والأوقات المناسبة، زيادة على معلومات على الحموضة والملوحة ونسبة المواد العضوية إلى آخره. الطريقة الثانية تقديرية كتعتمد غير على الطوناج اللي كنوصلوا ليه، وهنا كاين حسابات اللي يمكن لك أخي الفلاح تستعملها باش تحسب الكمية اللي خاصك ديال لانكري، وهذا إلا ما توصلتيش باش تحلل التربة والأوراق ديالك. فباش ننتجو كل طن من الليمون الشجر ديالنا كيحتاج 1.8 كيلوغرام من الازوت الصافي، 0.27 كيلوغرام من الفوسفور الصافي، 2.61 كيلوغرام من البوتاسيوم الصافي، 0.9 كيلوغرام من الكالسيوم الصافي، و 0.17 كيلوغرام من المغنيسيوم الصافي. وقت تسميد أخي الفلاح، أختي الفلاحة، لابد نعرفوا ونضبطوا النسبة والكمية اللي خاصنا نجيبوا ديال لانكري في كل مرحلة، من وقت خروج الخلفة حتى قبل النوارة 30% من الازوت زائد 50% من الفوسفور و30% من البوتاسيوم. من بعد ما تطيح النواره حتى تبدا تكبر الحبه 30% من الازوت زائد 50% من الفوسفور و40% من البوتاسيوم. ملي كتكبر الغله حتى لبدايه النضج 40% من الازوت زائد 30% من البوتاسيوم. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فباش نزيدو نحسنو من الإنتاجية والجودة لازمنا نزيدو في برنامج تسميد الاحتياجات من العناصر الصغرى والثانوية نظرا لأهمية كل عنصر والأضرار الناتجة على الخصاص منه. الحديد، في حالة نقص الحاد يمكن نجيبو في التربة كمية من 10 إلى 20 غرام من الحديد الكيلاطي لكل شجرة، وإلا كان النقص قليل نجيب 1 إلى 2 رشات على الأوراق بمحلول كيلاطي ديال الحديد. البور، في حالة النقص من البور نجيبو 1 إلى 2 رشات على الأوراق من بورات الصوديوم وقت النوارة. والعلاج النقص الحاد ديال البور نجيبو في التربة 3 إلى 10 كيلوغرام على هكتار من بورات الصوديوم. المنغنيز، وفي حالة النقص من المنغنيز نجيبو 1 إلى 2 رشات على الأوراق من سلفات المنغنيز في مايو أو يونيو. النحاس، في حالة النقص يمكن ندخلو ب1 إلى 2 رشات بكبريتات النحاس على الأوراق خلال الفترة النباتية. وفي حالة النقص الحاد يمكن نجيبو في التربة 10 إلى 30 كيلوغرام على هكتار من النحاس. الزنك، في حالة النقص منه نجيبو 1 إلى 2 رشات على الأوراق ونركزوا على البراعم الصغيرة بعد النوارة عادة في يونيو أو يوليوز. يمكن نستعملوا كبريتات الزنك أو الزنك الكيلاطي. وفي الاخير اخي الفلاح، اختي الفلاحه، انت اللي كتسقي بالتنقيط كتعرف بلي هاد التقنيه كتساعد الماء والانكري باش يتماشاو مزيان مع بعضياتهم، وهنا لازم تستغل الماء وجميع اليات الكوتاكوت والتقنيات ديال الضغط والقنوات المصاحبه باش توصل الانكري جنب الشبكه ديال الشجر. وهنا من ضروري ترد البال الموالمه ديال انواع الانكري فيما بيناتها، وكذلك الكميه اللي خاصك تجيب في السقا وشحال من سقيه خاصك دير باش تقسم عليها الكميه ديال الانكري اللي خاصك، وتمكن من ضبط سرعه قذف الانكري مع مياه السقي والوقت الخاص باش ترفع من نجاعه استعمال الاسمده. وإلا احترمتي اخي الفلاح اختي الفلاحه الوقت المناسب والاحتياجات ديال الشجر على حساب الصنف والعمر والكثافه غتكون حسنتي تغذيه الشجر ديالك، وبالتالي تكون رفعتي من الانتاجيه والجوده ديال المنتوج. والله المعين. مع دقيقة المثمر اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.